بعد عن الغنى والوسط الفني فجأة ومش عايز ينزل أغاني جديدة، والسر وراء تصرفاته كان غريب. ورغم السنين اللي فاتت واحدة بس لما بتيجي سيرتها مش بيعرف يمسك دموعه، ومش فارق معاه العمر يعدي بيه بسبب الحالة اللي هو عايش فيها. عنده استعداد يحب 5 مش 2 وبس. تفاصيل جديدة محدش يعرف عنها حاجة في حياة أحمد شيبة اتكشفت. يا ترى أحمد شيبة بطل ينزل أغاني ليه؟ وهل راضي عن اللي بيحصل حواليه؟ وليه ما بقاش شايف نفسه وسطهم؟ ومين الست اللي بيعيط كل ما تيجي سيرتها؟ خليكم معانا في الفيديو ده وهتعرفوا كل التفاصيل عن حياة أحمد شيبة اللي ما كانتش معروفة أبدا. أحمد شيبة ظهر بعد فترة طويلة من الاختفاء ومحدش عارف عنه أي حاجة، بعد ما قرر إنه لا ينزل أغاني ولا يعمل أي حاجة جديدة، ولو الطلب في فرح هو ده بس اللي بيروح له. غير كده لا موجود مع حد ولا عايز يقرب من حد، حتى الوسط اللي شغال فيه ما بقاش عاجبه، وده عشان عنده حالة من الاكتئاب والزعل ومش عايز يحكي عنها لأي حد، وبيحس إنه يروح فرح عشان يغني للناس بقى مجبر بسبب الحالة اللي هو فيها. بس ده شغل ولو ما عملوش هتبقى حالته المادية مش أحسن حاجة. ده بقى غير إنه شايف إن شغلته إنه يسعد الناس، وهو ما قدرش يتأخر عن كده أبدا. أحمد ما بقاش خايف العمر يجري بيه، رغم إنه خلاص داخل على 60، والحالة اللي هو فيها دي مخليه حتى مش عايز ينزل أغاني جديدة ولا يعمل حاجة. ما بقاش عاجبه وسط الأغاني ولا اللي بيتقال فيه، وإن الموضوع بقى الكلام عليه وحش قوي، واللي شغالين في الفن بيتقال عليهم اللي مش عاجبه، وده من الحاجات اللي مضايقاه. ده غير إنه مش لاقي نفسه وسط اللي عايز يسمعه الجيل الجديد ده، وشايف إن هم عايزين حاجات عجيبة قوي وهو مش هيعرف يعملها. كل الحاجات دي بقت مخلياه يرجع لورا ويقعد في البيت وما يقدمش شغل جديد. احمد شيبة اتجوز مرتين في حياته، بس شايف ان الراجل ما يقدرش يحب 4 ابدا في وقت واحد، بس ممكن تعجبه حاجة في ست تانية، انما يحب 4 مع بعض محدش يقدر يعملها. بس ده برضه ما يمنعش يعني ان الله جميل يحب الجمال، والقلب ليه احكام اوقات. شيبة رغم انه مر سنين كتير على رحيل والدته، لكن اول ما بتيجي سيرتها مش بيعرف يمسك دموعه لحد دلوقتي، وشايف انها اكبر حاجة خسرها في حياته، وفراقها لسه مأثر فيه. ده غير بقى انه كشف اخيرا عن انتمائه الرياضي بعد ما ناس كتير كانت مفكرة أهلاوي، بس طلع أصيل على الآخر وما تخلاش أبدا عن البلد اللي اتولد وتربى وكبر فيها، وطلع اتحداوي. أيوة ما هو اسكندراني، وشاف إن الاتحاد سيد البلد وما كانش عايز حد يزعل منه، عشان كده مش بيقول. شيبة من الشخصيات اللي كلامها قليل جدا، ورغم شغلته على المسرح ومع الجمهور بس لسه بيتكسف، مش بيعرف يغير من نفسه مع السنين. انتوا بقى شايفين إن شيبة ممكن يرجع تاني امتى؟